السلام عليكم البنات. اليوم بغيت نحكي معاكم من القلب للقلب. بزاف منكم في التعليقات راهم يقولوا لي رانا عيانين، رانا نحسوا بضغط كبير، رانا نجرؤ وما لحقناش. اليوم جيت نحكي لكم قصة خديجة. خديجة ماشي غير اسم، هي حالة بزاف منكم راها عايشتها بلا ما تفيق. خديجة كانت المرأة المثالية في نظر الناس، دايما دارها تشعل شعيل تبرق، ولادها مرتبين زينين، والضحكة دايما في وجهها. بصح من الداخل كانت حصيرة محروقة. خديجة كانت تخاف تقول كلمة لا، كانت تعتقد باللي إذا قالت لا لعجوزتها ولا لصحاباتها ولا حتى لولادها راها إنسانة سيئة. كانت تضحي دائما بصحتها، بالنوم نتاعها، براحتها غير باش ترضي الناس. في واحد النهار يوم من الأيام في عندهم مناسبة عائلية، خديجة دارت كل مجهودها باش يكون كل شي واجد، وفي الأخير سمعت كلمة جرحتها من أقرب الناس ليها، كلمة خلات فيها واحد الغصة في قلبها كما كنت تقولوا لي في التعليقات. في هذيك اللحظة خديجة حست باللي الدنيا دارت بيها. قالت علاش انايا، علاش قد ما ندير ما يبانش، قد اللي نديره ليهم وما يعجبهمش. في هذيك الليلة خديجة ما رقدتش وهي تبكي، مشات لدفتر الوعي نتاعها ورفداته وبدت تكتب فيه، بدت تفرغ وش كاين في قلبها كلش كتباته. وفهمت حاجة واحدة، فهمت باللي المشكلة ماشي في الناس اللي ما قدروهاش، المشكلة كانت فيها هي اللي ما قدرتش روحها في الأول. خديجة لقات باللي كانت عايشة في سجن، في حبس المثالية وجلد الذات. كانت كل يوم تعاقب روحها على أتفه الأخطاء. بصح هذيك الليلة خديجة قررت تغير، وبدت بكلمة واحدة فقط، كلمة غيرت لها مجرى حياتها. الكلمة هي أنا أولا، بوعي ماشي بأنانية، بصح وعي باللي إذا أنا ما كنتش بخير ما نقدر نعطي والو، لا لولادي ولا لداري. بدات خديجة ترسم حدودها، بدات تقول لا للحاجات اللي تستنزفها، والأهم من هذا توقفت على جلد الذات. حبيباتي، قصة خديجة هي رسالة لكل واحدة فيكم راهي تحس بالضغط، واليوم حابين نخرجوا بواحد العقلية للنظرية ونروحوا للتطبيق، نخرجوا من كلمة الوعي للنظرية ونروحوا للتطبيق. راني وجدت لكم تحدي نتاع 7 أيام للتحرر من المثالية. في كل يوم راح نعطيكم تمرين بسيط نديروه مع بعض في الفيديو الجاي، ماشي اليوم، باش نردوا هذاك السلام لقلوبنا كيما دارت خديجة. إذا راكي واجدة تبداي معايا هذا التحدي وتغيري حياتك، اكتبي لي أنا مستعدة في التعليقات وكوني واجدة، لأننا في نهاية التحدي راح نديرو لايف، بث مباشر كبير نقعدوا فيه مع بعض، نجاوبكم على أسئلتكم ونحكوا فيه في تفاصيل التحدي واش تبدل فيكم. بصح اللي ما جربتش التحدي ما نجاوبهاش في اللايف. تذكروا دائما أنت تستحقي أن تعيشي بسلام، ماشي برك غير باش ترضي الناس. نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نبداو التحدي.